السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم توسر في مقطع جديد. في هذا المقطع الشباب راح نلعب لعبة ماينكرافت في سلسلة عماني كرافت. بس ما أطول عليكم مقدمة، تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وخلوكم مع المقطع. اوكي شباب، طبعا الحين بنروح نسوي الاسماء في جدار المشتركين. طبعا شباب انا لاحظت ان في التعليقات في اخر مقطع يعني اثنين منهم يقولون يعني كي اكس اس وفايبر ان ليش ما حطيت اسمنا في جدار المشتركين. يا شباب لا تزعلون، انا في المقطع الواحد بسوي اسمين، يعني من سوينا جدار المشتركين مقطعين وسويت فيهن 4 اسماء. الحين بسوي اسمين اللي هم كي اكس اس وفايبر. اوكي شباب، طبعا كي اكس اس يقول ليش ما حطيت اسمي في جدار المشتركين، وفايبر نفسي. يا شباب قلت لكم في المقطع الواحد بسوي اسمين فقط. اذا تريدون اسوي في المقطع الواحد 3 اسماء او 4 اسماء اكتبوا لي في التعليقات. اوكي شباب، طبعا وانا قاعد الف في فيديوهاتي باليوتيوب القى واحد من المتابعين كاتب لي ليش ما تسوي قبو تحت البيت. فانا في هذا المقطع قررت اني اسوي قبو، وفي هذا القبو مخزن للصناديق. اوكي شباب، طبعا انا جهزت المكان هنا، بيكون في هذا المكان تحت البيت، والحين بجمع خشب لان بنحتاج صناديق كثير وبنزين المكان. اوكي شباب، طبعا جمعت كمية حلوة من الخشب والحين بنسوي معكم. ويا شباب اريدكم يعني تقترحوا لي شيء نسويه هنا فوق في هذا المكان اللي يعني كيف اشرح لكم، زي الطابق الثاني بس يعني فوق. اوكي الحين بنسوي مع بعض. اوكي شباب، طبعا الحين خلصنا المخزن. يا شباب
الحين براويكم المخزن. هذا هو المخزن. طبعا هنا بعدل بعض الاشياء فوق، يعني بخلي المكان خشب. وعجبتني هذه الفكرة. مثلا هنا نحط الاكل في هذا الصندوق، وفي هذا الصندوق بنحط البلوكات مثل يعني الكابلستون او الدير. اوكي يا شباب، طبعا هذه الفكرة عجبتني، واريدكم تقترحوا لي شيء بنسويه هنا لفوق. يعني هذا المكان الحين لحظة براويكم اياه. هذا المكان اريدكم تقترحوا لي يعني ايش نسوي بهذا المكان. اشوف انه مكان واسع وحلو يعني نستغله، فاكتبوا لي في التعليقات ايش بنسوي له. اوكي يا شباب، الى هنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، ومع السلامة.